بسم الله الرحمن الرحيم وفيديو جديد. النهارده يا جماعه هنتكلم على النادي الاهلي، شويه اخبار كده بتتقال على النادي الاهلي نجمع لكم كده في فيديو واحد. النادي الاهلي هيلعب مباراه وديه لم تحدد بعد، يعني ما بين الاهلي المصري واهلي جده السعودي في يعني مهرجان اعتزال لاعب النادي الاهلي السعودي السابق مسعد انور. المباراة دي تقريبا الأهلي هيحصل فيها على 2 مليون دولار كعوائد يعني مالية، بس طبعا لسه ما اتحددتش لحد ما نشوفه، يعني وقت فاضي الأهلي يلعب فيه المباراة، ومش هيبقى قبل 15/8 تقريبا، هيبقى بعد كده. الخبر الثاني، النادي الأهلي تقريبا يعني شبه رسمي تعاقد مع زين الدين بالعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري المدافع. هو تقريبا 25-26 سنة، مدافع جيد، يعني شفت له بعض الفيديوهات، بالتوفيق ان شاء الله. والنادي الاهلي برضو قرب يتعاقد مع اللاعب يوسف ايمن، ده لاعب مصري معاه جنسيه مصريه قطريه، بيلعب في نادي التحيل القطري، عنده 25 سنه. النادي الاهلي بيتواصل لاتفاق لضمه، والكلام ده كان جاي من القناه القطريه في قطر، هم اللي قالوا الخبر دوت. طبعا الاخبار عن النادي الاهلي بالنسبه للصفقات بتتعرف من بره مش من هنا، محدش هنا بيقول حاجه. واخر خبر، استاد النادي الاهلي يعني حاجه كويسه جدا. ان شاء الله الاستاد ده يعني هيتم قريب ان شاء الله، في خلال 2 أو 3 سنين بالكتير قوي على عده مراحل يعني. والاستاد ده يا جماعه يتكلف حوالي 200 أو 250 مليون دولار، طبعا رقم كبير جدا، بس الاهلي مش هيدفع فيه فلوس، بس بل الاهلي هياخد فيه فلوس. نفس القصه كده بتاعت استاد السلام، بس طبعا على كبير، يعني نفس الفكره يعني، بحق انتفاع. طبعا في شركات هتخش تبني الاستاد ده بحق انتفاع حوالي 25 سنه، والنادي الاهلي يحصل على نسبه سنويه من العوائد يعني في الاستاد ده، بس يعني هتتصاعد تدريجيا. طبعا بعد كده بعد 25 سنه باذن الله ان شاء الله الاستاد ده يبقى باسم النادي الاهلي. طبعا بعد 25 سنه او 20 سنه ان شاء الله، ربنا يدينا ويديك طول العمر. وحاجه كويسه ان النادي الاهلي يبقى عنده استاد، وعقبال الزمالك ان شاء الله. بس السلام عليكم.